أنا ليه باحكي لكم تاريخ؟ لأنه الحقيقة إنه التاريخ المصري تقدر تقول عليه كُلّه عِبَر. الفيديو الأخير باشكر كل اللي اتفاعل معاه، وهو المتعلق بصفات المصريين. هو الحقيقة مش بس ابن ظهيرة تعرّض لصفات المصريين، وصف بعضهم بالذُل والجبن والخنوع وارتكانهم لأعمالهم، وما لهمش دعوة دائمًا بما يحدث في مصر. والدليل على كده مثلًا إنه لمّا مولانا الشيخ إسماعيل رئيس طائفة العميان في الأزهر الشريف، ونابليون بونابرت المجرم المحتل الفرنسي عدمه، رماه في النيل وهو حي وهو كفيف. طبعًا مولانا الشيخ سليمان الحلبي العالم المقدسي الأزهري الجليل صعب عليه أستاذه وجه من القدس حتى ينتقم من الحملة الفرنسية. اللي أقصد أقوله في بعض صفات بتبقى موجودة عند طائفة كبيرة من الناس، وليس عند السواد الأعظم، لكن في صفات باينة عند المصريين واضحة على مر الزمن، إن هم مثلًا ما لهمش دعوة بالسياسة، تضرب، تقلب، تقوم، تتعدل، ما لهمش دعوة. والتاريخ بيقول كده. الاستثناءات المهمة اللي حصلت في تاريخ مصر على ما أعتقد المتعلق بتاريخ الأزهر الشريف والتيار الإصلاحي والثوار اللي كانوا بيطلعوا منه. يعني ثورة القاهرة الأولى كان كلها تقريبًا أزهريين، ثورة القاهرة التانية أزهريين، ثورة بلبيس اللي قام بيها أو يعني شارك فيها عن قرب أو تبنى مطالبها الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر في ذلك الوقت بسبب الضرايب والمكوس. هو إيه اللي كان بيحصل؟ السلطان أو المملوك والحاكم ييجي ويقول للعسكر بتوعه اسرقوهم بس خلوني على السلطة وخلوني في الكرسي. خورشيد باشا أبلغ نموذج على هذا الأمر. لما فرض ضرائب شديدة جدا والمصريين ما بقوش قادرين يدفعوها، حصل إنهم راحوا للشيخ الشرقاوي والشيخ عمر مكرم عشان يطلبوا منه بس يقلل الضرائب، لكنه ما استجابش. ولولا بجسارة وبطولة الشيخ أو البطل الشعبي المصري عبود الخضري، وده له حكايات وقصص طويلة، وده اللي أنقذ مولانا العالم الأزهري الجليل عمر مكرم من الخوزقة والشنق وقطع رأسه في ميدان الرميلة. وحابب أحكي لكم على بعض حاجات اللي جت في التاريخ عن البطل الشعبي المصري عبود الخضري. عموما أنا أيضا لما قلت إنه في بعض الصفات تتعلق بالمصريين، ما هو أيضا مولانا جلال الدين السيوطي كتب فصل كبير، وهعود إليه وأشرح يعني أنقل لحضراتكم بعض ما ذكروا الإمام جلال الدين السيوطي فيما يتعلق بصفات المصريين. من عظمة التاريخ المصري إن كل شيء مكتوب وموثق في الوثائق، سواء كانت الحقبة المصرية القديمة أو العصر الحديث. والحمد لله تمشي في مصر في القاهرة الخديوية تلاقي التاريخ حواليك، كأن حتى الأسامي في مصر بتحمل تواريخ. طولون، حي طولون، الظاهر، كل حاجة في مصر تقريبا مكتوبة. ما اعرفش بقى زي ما كانوا بيقولوا في المثل. يعني اقول لكم مثلا حكايه اقطع من اللحم الحي ده. يا عيني لما كان المصري القديم ما يقدرش يكمل بقيه الضرايب، فيجي المحتسب ويقطع من لحمه اللي يكمل بيه ثمن الضريبه، وعشان كده قالوا اقطع من لحم الحي. المثل التاني اللي بيقول له اشتري نفسك، كانوا يطلعوا عسكر المماليك او العثمانيه ويهجموا على مواطن مصري غلبان يقولوا له خلاص احنا خدناك اسير وعبد، اشتري نفسك. يا عيني يطلع كل اللي في جيبه أو في بيته ويدولهم عشان يشتري نفسه.